ها نحن مرة أخرى. بصراحة كنت حابب أقولك ما تضيعش وقتك في السايبر سيكيورتي بكل بساطة. لو أنت شخص مش مستعد كل يوم تتعلم حاجة جديدة، لو أنت مش مستعد تتعلم تقريبا كل التكنولوجيز شغالة ازاي، وأنا بتكلم بالمعنى الحرفي، وبتتكلم مع بعضها ازاي، فبلاش تخش المجال ده. لو أنت مش مستعد تضحي برفاهيات حياتك وتكرس وقتك كله في ان انت تتعلم وتجرب بايدك، صدقني بلاش تخش المجال ده. لانه لو رحلة التعلم كانت صعبة عليك فبالتأكيد الشغل فيها هيبقى اصعب. كان ناس كتير كلمتني اللي هو احنا عايزين نبدأ في مجال السايبر سيكيورتي اوكي تمام يا جماعة، ده الطريق اللي هتبدأ منه، ودي الحاجة اللي المفروض تذاكرها، ودي الحاجة اللي هتمشي عليها بالظبط، وهتاخد منك وقت قد كده. اول حاجه بتخض لما بيسمع المده، لان بتبقى مده طويله شويه، ما فيش اللي هو مش هيخلص في شهر شهرين، الموضوع اطول بكده بكتير يعني. ولما يبص على المواضيع اللي المفروض ان هو يفهمها وبالتفصيل ممل والديتيلز دي كلها، بيزهق. وبحس ان اللوم بيرجع عليا انا، يقعد يقول لي لا ومش عارف ايه وايه الحاجات دي ما هو خلاص يبقى المجال مش ليك، ومش هينفع تاخده عافيه، لانه انت هتوصل لمرحلة ما سواء في الدراسة أو حتى لو خلصتها واشتغلت وهتفضل واقف عندها. لو ما عندكش حتة إن أنا طمعان أتعلم وأعرف أكتر وعايز أعرف كل حاجة شغالة إزاي، لو ما عندكش الشغف ده فصدقني ابعد عن المجال. أنا بقولك بكل بساطة، لو مش مستعد تضحي بوقت فراغك ده، هنفترض إن أنت يعني مشغول في حاجة أساسية وحابب تتعلم المجال ده، فابعد عنه. اللي هيخليك ظاهر على الساحة والناس تحترمك وتعرف تلاقي وظيفة كويسة، فهو ان انت تبقى متميز في حتة معينة. وعشان تبقى متميز في الحتة دي فانت لازم تكرس وقتك كله فيها، يبقى عندك commitment، اصرار، انا هخلص الحاجة دي. حاول تبص لأي شخص مميز في اي حاجة في الدنيا دي، اللي هو معروف ان الشخص ده اشطر حد في الحتة دي، هتلاقيه ما بيعملش اللي هي، يعني مش هتلاقيه مثلا بينط على كل حاجة مختلفة حواليه، يعني لا، هو وقته من اول ما يصحى في الحاجة دي، سواء لعبة سواء مهارة او حرفة او حتى لغة. والامثلة كتير يعني نذكر في احد الشباب المصريين اسمه محمد لايت. الولد ده بيلعب لعبة اسمها كلاش اوف كلانز، انا والله ما اعرف هي بتتلعب ازاي، بس اللي انا ما يعني قرأت عنه عرفت ان هو احسن لاعب في العالم في الحتة دي. ولما عرفت اكتر عنه اكتشفت ان هو يعني almost بالعافية يعني يعرف يعني تيك توك ويعرف التيك توك شغال ازاي، واللايف يعني البث المباشر بتاعه، لانه مكرس حياته كلها في الحاجة دي وبقى رقم واحد فيها وبيدخل منها فلوس وكتير كمان، اللهم بارك يعني. وقيس على كده اي تخصص في الحياة، يعني حتى في السايبر سيكيورتي في بعض الاشخاص معروف ان الناس دي ماسكة الحتة دي بس، يعني هي ملاش في اي حاجة تانية، ولما بيجي يتذكر اسمهم بيبقى معروف والله ده الشخص ده فعلا هو اشطر حد في حتة الويب، اشطر حد في حتة البروتوكولز اللي جوه الويب، يعني مش بس الويب بشكل عام يعني، او ده اشطر حد في حتة الاكسبلويتيشن. ليه؟ لانه قاعد 24 ساعة ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيمسك سوفت ويرز او هارد ويرز ويبدأ يحللها ويطلع المشاكل اللي فيها. فانت علشان تبقى متميز كرس وقتك كله في حاجة واحدة، ده بعد ما تبقى اوريدي دخلت المجال يعني. فلو انت شخص مستعد ان هو يكرس وقت طويل في الدراسة نفسها، يفهم ايه هي الدي ام زي، الاي بي، ماك ادرس، النات، الفي بي ان، الحاجات دي كلها شغالة ازاي وبالتفصيل يعني. مش بس كده، ده مش بعيد كمان تقعد تجرب تبني الحاجات دي بنفسك وما يترتب على السكيورتي والاتاكس اللي عليها، وده جزء بسيط جدا من المجال بتاعنا يعني. وبعد ما تمشي من الصداع الكبير ده سنة سنتين من التعلم وان انت خلاص فهمت الموضوع كله شغال ازاي، تبدأ بقى تتخصص في حاجة واحدة، هتاخد السكة الفلانية ايا كانت. المجال مليان تفرعات بشكل رهيب، مجال السايبر سيكيورتي كمية التفرعات وكمية الحاجات اللي ممكن تطلع منه لا تعد اصلا يعني. فانت اختار حتة واحدة ايا كانت هي، اتميز فيها ازاي، زي ما قلت لك بتكرس وقتك كله للحاجة دي، وفي نفس الوقت هتعرف تطلع منها فلوس. وده بكل بساطة الموضوع يعني. انت مش مطلوب منك تبقى عارف كل حاجة في نفس الوقت، لكن مطلوب منك تبقى مريت عليها، ولما تتسأل الحاجة دي شغالة ازاي
مش المهم انك تعرف تجاوب بالإجابة الصح، المهم انك تعرف في ثواني تروح لمرجع ما او مقالة وتجمع منها بيانات وتجاوب. ليه؟ لانك بالفعل مريت او درست الحاجة دي قبل كده. محدش فينا بيبقى عارف كل حاجة في نفس اللحظة يعني، ومش مطلوب منك انك تبقى عارف ده اصلا، انت مش كمبيوتر يعني، لكن مطلوب منك تبقى فاهم. واخيرا حاول تبعد عن المشتتات قدر الامكان. يعني انا فاكر ان الفترة الذهبية في حياتي، انا بكلم كأحمد يعني، ودي الفترة اللي انا حسيت ان انا كنت بنجز فيها وبعمل فيها حاجات لا يعني ملاحظة، هو كانت من بعد 2017 لما قررت ان انا الغي فيسبوك والغي كل السوشيال ميديا وارميهم ورا ظهري، وابدا بقى اركز اشوف انا عايز اوصل لايه بالظبط. لان قبل الفترة دي كنت كل ما اتعلم موضوع معين انساه وابقى كويس فيه وابقى كويس جدا فيه كمان، يعدي شهر شهرين انسى اصلا الموضوع ده كان بيتكلم عن ايه تماما، يعني ما تفهمش بقى بيحصل لي ايه، بس الموضوع بيختفي يعني. فركز واختار موضوع واحد واديله اهتمام وابعد عن المشتتات يعني، وبس. اشوفكم في موضوع تاني يعني.